السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون فيديو طرش. فيديو النهارده هنتكلم عن مين هياخد الحذاء الذهبي. فقبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تحمسني كده شويه عشان ابدا انزل كل يوم فيديو. نبدا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا 3 بينافسوا، هو جوكريس الواد اللي بيلعب في لشبونه في الدوري البرتغالي، ومحمد صلاح اللي بيلعب في ليفربول، وكيليان امبابي. حلو، دلوقتي كيليان امبابي ومحمد صلاح متعادلين في نفس النقط 56 نقطه، وكل واحد فاضل له ماتشين. اما جوكريس النهارده المفروض اخر ماتش ليه قدام فيتوريا غيميرايتش، وده هيكون اخر ماتش ليه في الدوري، وهو الجون عنده بيتحسب بنقطه ونص، غير كيليان امبابي ومحمد صلاح الجون بنقطتين. كيليان امبابي عنده ماتشين، عنده ماتش اشبيليا وريال سوسيداد، فطبيعي العيال بتوع ريال مدريد هيخلوا كيليان امبابي يسجل جون او جونين في الماتشين دول اقل حاجه، وممكن يسجل 3 جون في الماتشين دول، لان الرجاله كلها معتمده ان كيليان امبابي هيكون الهداف في كل حاجه، فطبيعي هيخلوه ياخد الحذاء الذهبي وهيخلوه يسجل وهتشوف. ومحمد صلاح عنده ماتش برايتون وكريستال بالاس، وبرده الماتشين ممكن الرجاله بتاعت ليفربول تخليه يسجل، لكن الافضليه ان ياخد الحذاء الذهبي هو هيبقى كيليان امبابي. نسبه 90% كيليان امبابي هياخد الحذاء الذهبي وش من غير كلام، لان رجاله ريال مدريد لما بتحط حاجه في دماغها بتعملها. فينيسيوس وكله هيساعده ان هو يجيب جونين وثلاثه، وهيتحسبوا له بتاع 6 نقط، فهو 56 نقطه، لو جاب 3 اجوان هيتحسبوا ب6 نقط، هيبقى 62 نقطه. فمن 56 ل 62 نقطه، فده هيبقى رقم جامد. فاحنا بقى هنتكلم عن محمد صلاح. محمد صلاح لازم الرجاله تساعده، لازم يجيله ضربات جزاء، ولازم يشوط، ولازم يجيب اجوان، لاني انا اتمنى ابن بلدي هو ياخدها. انا بشجع ريال مدريد، بس انا بقول لك اتمنى ابن بلدي هو اللي ياخدها، هكون فرحان له اكتر من كيليان امبابي، بس انا بقول لك بنسبه 90% كيليان امبابي واخدها. جوكريس الواد ده ما بيعتمدش اسامي، الواد ده بيسجل بالهاتريك، فهو الواد ده لو سجل هاتريك هيتحسبوا له ب4 نقط ونص، وهو فارق عن الاثنين بنقطه، هيبقى 6 نقط. هنقول 6 نقط. حلو، ال6 نقط دول اللي هو المفروض كيليان امبابي هيسجل فيهم 3 اجوان، او محمد صلاح يسجل 3 اجوان. حلو، لو الواد ده كده كده مش هيسجل النهارده هاتريك، او ممكن يسجل، هنحط الاحتماليه الكبيره لو جوكريس النهارده سجل هاتريك، هيبقى احنا محتاجين ان كل واحد فيهم يحط 4 تجوان او 3 تجوان، 4 تجوان او 3 تجوان. حلو، لان هو الجون عنده بنقطه ونص، وهو فارق عنهم اصلا بنقطه بعيد عن اي حاجه، يعني محمد صلاح وكيليان امبابي 56، جوكريس 57 نقطه، فهو لو جاب 3 اجوان هيتحسبوا له قول ب5 نقط بقى، يعني 5 نقط، والنقطه اللي هو فارق عنه ادي كده 6 نقط، فكل واحد محمد صلاح او كيليان امبابي كل واحد محتاج ان هو يجيب 4 اجوان في حاله ان الواد ده يسجل هاتريك. لكن لو ما سجلش هاتريك ومثلا جاب جون، خلاص كده هو اللي هيجيب بقى فيهم جونين هو مبروك عليه الحذاء الذهبي. بس انا بقول لك بنسبه 90% كيليان امبابي هياخد الحذاء الذهبي. خدها مني كلمه، كيليان امبابي هياخد الحذاء الذهبي، لكن انا اتمنى ان محمد صلاح ياخدها. ابن بلدي وافتخر بيه، اتمنى ان هو ياخدها بصراحه، هفرح له جدا. هو خلاص يعتبر اسبوعين وهنعرف مين اللي هو جاب الاجوان اكتر ومين اللي هياخد الحذاء الذهبي، فالموضوع مش بعيد يعني، ده هو اسبوعين وهنعرف مين صاحب الحذاء الذهبي، واتمنى يكون محمد صلاح، بس انا بقول لك كيليان امبابي هياخدها بصراحه. لكن الا بقى لو جوكريس هو اللي رزع النهارده، بس ان شاء الله محمد صلاح ياخد